بلشت بمسرح الميدان. مسرح الميدان تبناني، ومن وقتها من وقت إقامة مسرح الميدان وأنا بشتغل فيه من 96. من مسرحية الملك هو الملك لحديت آخر إنتاج في المسرح هو المحلل وأنا بشتغل بالمسرح. مسرحية باب الحارة بدي أناسب بالضبط كل ممثل على هوى الشخصية اللي هو ماخذها. مثلا علي لازم أعمله أبو شهاب، فبالنسبة للشوارب لمبنى الوجه، العينين، الحواجب. وفي عنا كمان أبو عصام اللي هو حنا شماس، كمان نفس الشيء. حنا الصلعة اللي بنحط له اياه، الشعر، الشوارب، كمان الحواجب، مبنى الوجه كله. في ممثلات او ممثلين بس بكيجهن يصيروا يقولوا لي ايه بدناش نطلع هيك مش حلو. بفكروا انه المكياج المسرح هو انه لازم يطلعوا حلوين على المنصه، بيعرفوش انه هذا الشخصيه هيك. اول مره بشتغل مع نجديه، يعني ثاني مره. انا شخصيا لما نجديه بتكون مسؤوله عن كل ما بيتعلق في مظهري، مش مهم اذا لازم تكون مبينه حلوه او مش حلوه، مش هاي القضيه، انما بكون مرتاحه نفسيا، لانه هي اول شيء يعني بتعرف شغلها بأدق تفاصيله، لأصغر الاشياء بتنزل لكل شيء، بتتدخل في كل شيء، وبتقبلش انه الممثل مش مهم كيف لازم يبين على المسرح، لازم يبين 100% منيح. فأنا بكون كثير مرتاحة، بالأخص هذا العمل لأنه هون عم جرب وكأنه نقلد من ناحية الشكل شخصية اللي هي موجودة ومعروفة إنها هيك، يعني إنها في لها مواصفات معينة، لازم نكون دقيقين كثير. فأنا بهاي فيش عندي ولا أي شيء أحكي غير إنه بس تكون مبسوطة ومرتاحة، يعني بينزل عني هم اللي أنا مش لازم أفكر فيه لأنه نجدية موجودة. العقيد أبو شهاب لازم أبرز القوة اللي فيه، الحدية اللي بعينيه، الشراسة اللي موجودة فيه، وجهه هيك لازم يبين بهذا الشكل. فبنعطيه هاي الشوارب الطويلة مع البرمة، الحاجب اللي مرفوع. تعال مثلا لإنزكي إنسانة بسيطة، تعال جميلة بنت جميلة، اسمها مسمى، لازم تبين جميلة كتير. فهي من دون المكياج هي جميلة، بس احنا بنبرزها اكتر للمسرح. تعال لأبو عصام كمان بني آدم اللي هو هادي، بتعطي الهدوء، لازم تعطي لوجهه كل الهدوء، مع انه هو شخصيته كمان هادي. معتز بدك قريب كتير لوجهها، بدك تبرز كمان هاي القوة اللي بوجهه والشراسة اللي موجودة. أنا كتير مهنية برأيي، ومكياجي حسب رأيي من الدرجة الأولى، ما فيش لها منافس بالمجتمع العربي في المسارح بشكل خاص. أنا جربتها كمان بالتلفزيون وبعرف كمان إنها كتير ناجحة. برأيي رائعة في شغلها، يعني أنا من الناس اللي كتير هيك بحس بأمان لما تكون موجودة بالعرض، لما بتكونش بالمرة بحسش هيك. فبالنسبة لي وجودها كتير مطمئن. فبالنسبة لي أفضل إشي إنها هي موجودة معنا في هذا العرض. مهنية إذا ملاحظين قلبتني، طبعا مبينة مش حلوة كتير، بس عشان أشبه إنزكي فللضرورة أحكام، وهذا هم أعطيها الفعل.